يا مساء الفل عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. صباح الفل صباح الورد. طبعا انا بعرض لكم الجو النهاردة، او يعني الجو كان من كام يوم على حسب ما ينزل لكم الفيديو. ان احنا اتعودنا ان في عز شهر يونيو بصوا الشتاء والرعد وبرق، يعني جو تحفة 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 تحفة، جميل قوي 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 بصراحة. انا بقعد اقول يا رب الجو يبقى كده في الصيف، لان انا ما بحبش حاجة اسمها حر. التلزيق بقى وتبقي قاعدة متحرورة، يا سلام. في ناس يشوفوا جو زي ده يقولك ده غضب من ربنا، ده ربنا غاضب علينا. يا جماعة لا، ليه ما نقولهاش، ما ناخدهاش الناحية التانية ونقول ان هو مش غضب؟ ليه ما نقولوش ان خير، وان ربنا الشتاء ده احنا لما بنشوف الشتاء ومية نازلة نقوله يا رب اللهم صيبا نافعا. الناس حد قبل كده يعني شفته في اثناء الشتاء ده وقال لي ده غضب من ربنا، ده ربنا غضبان علينا. يا سيدي ربنا مش غضبان. يا سيدي ليه ما تاخدهاش رزق وما تاخدهاش حاجة حلوة، ما تاخدهاش ان الله ده ربنا مثلا المية دي بتنزل على الزرع، المية دي بتنقي حاجة، كله خير الحمد لله رب العالمين. فانا بتمنى ان الصيف يفضل فيه شتاء ورعد كده وهوا كده وما يبقاش، وسبحان الله ما فيش سقعة. يعني بالرغم ان احنا هنا في اسكندرية الجو ده على طول موجود عندنا، اللي هو الهوا الشتاء ولا ايه والرعد، بس ما فيش سقعة. عارفة الهوا كده وانتي قاعدة كده على الساعة 7 8 بالليل كده، وقاعدة جنب البلكونة كده هوت، وتلاقي بقى هوا جايلك من البلكونة، ايه ده، ايه ده نسيم كده، ومعاكي كوباية الشاي بتاعتك، يا خرابي يا خرابي يا عرابي. حاجة تانية خالص خالص خالص. يا سلام على الجو، وتلاقي نفسك قاعدة كده اهو، الله اقول يا ربي، ومفيش سقعة الحمد لله رب العالمين. بس بنيجي على اخر وقت بالليل ساعات بنحس بلسعة بقى، الساعة 1 2 بالليل كده، بس برضو مش بنلبس تقيل. فقصدي يعني من الكلام الجو حلو قوي، احسن من الحر، واحسن من الجو الصعب اللي الواحد يبقى قاعدة ومش عارفة تجيبي هوا منين. والمراوح سبحان الله لما الدنيا بتحر جامد، او الحر بيبقى جامد قوي، المروحة بتجيب هوا سخن، يعني بتقلب معاكي هوا بس بتقلب هوا سخن، بتبقي مش قادرة اللي هو ايه ده، يعني انا مش عارفة اقعد، فاهمني؟ فالمهم يعني اليوم كان كله بقى من اوله لاخره كده بقى هوا جامد كده. والمطبخ مغيم. انا في الوقت ده بحب قوي اقف، بيجيلي كده شجاعة بقى، قلت لا اخش اعمل روتين جميل كده. القطاعة ديت كنت جايباها قبل كده في مشتريات، وعايزة اقول لكم ان هي مش حلوة قوي يعني. بص انا سبتها على جنب بصراحة، يعني مش زي السكينة مش حادة. الحاجات اللي فيها دي مش حادة قوي، عايزة بقى ايه، تمسكي عودين 3 4 او مثلا 5 اعواد في 5 اعواد وتشتغلي. وطبعا ده احنا مش عايزين شلل، ما يبقاش الجو حلو وفي الاخر نتشل. فشلتها على جنب ومسكت السكينة. النهارده هنعمل كده وجبه جميله كده اهوت. ايه بالنسبه بمناسبه ان احنا اسكندرانيين، فقلت بقى ايه، انا طبعا عامله لكم الفيديو بتاع الحواوشي، يعني هنعمل حواوشي قاهري مش حواوشي اسكندراني. احنا عندنا في اسكندريه لما بنيجي نعمل حواوشي بنعمل له عجينه. يعني بنعمل عجينه عيش، وبنحط عيش من تحت وعيش من فوق وبنظبط الدنيا. اما عندنا في القاهرة اعرف ان هما بيجيبوا العيش العادي ويروحوا حاشينه لحمة وعاملينه. فانا جربته فبصراحة طلع تحفة بصراحة. يعني انا عاملاه في فيديو تاني ممكن تشوفوه، وفي نفس الوقت عاملاه هنا في الايه، في الفيديو هنا هو برضو عاملة يعني منه. فبصراحة يعني قلت ايه، طب ما احنا عندنا هنا بنعجن. بصراحة الواحد لما بيجي يقول مثلا هيعجن، طب انا لسه هعجن، طب انا لسه بتبقي صاحية طبعا مش قادرة. فزي ما انتوا شايفين كده جبت عيش طري بقى، نزلت الفرن كده اشتريت عيش طري. عشان ايه؟ علشان اشتغل بيه، وسبته في كيسة كده قفلت عليه عشان ما ينشفش. وقطعته من جنب واحد كده، ورحت فردة زي ما انتوا شايفين العيش. اللحمة جوه العيش، اللحمة طبعا انا حطيت عليها بقى بقدونس وبصل، واحنا بنحط بقدونس، معرفش في القاهرة بيحطوا ايه، بس احنا بنضيف بقدونس ونحط طبعا توابل اللحمة ونبدأ ايه، بدأت قلت اشوف، والله كنت حاسة ان الحاجة هتبوظ.
فطلع جميل قوي يعني. حطيت سمنه كده في الارضيه زي ما انتم شايفين، وبشوف كنت شفت محلات يعني حد عامل لهم ريفيو في اليوتيوب، بيحطوا السمنة برضو من فوق على العيش، والعيش من تحت بيبقى فيه سمنة او زيت او زبدة. فعملته بقى كده وعلى البوتاجاز، قلت اما اشوف، لقيته تحفة يا جماعة، تحفة. انتوا مخترعين اختراع. انا كنت صراحة قاعدة اقول ايه، هتلاقي اللحمة مش هتستوي، اللحمة مش هتبقى حلوة. لا لا بالعكس، لا 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 لا, لا. حاجة فاخر من الاخر زي ما بيقولوا يعني. اللحمة لقيتها استوت وجميلة، والعيش متحمص ومش كله متحمص طبعا. انا بقيت هوريكم دلوقتي يعني حافظت على الطراوة بتاعته ازاي. بصي كان حلو ازاي، كان جميل قوي قوي يعني. اللي هو انا بقيت اعمله وبقيت اقول ايه الجمال ده، بقينا ناكله. حتى هنا في البيت الولاد واحمد قالوا لي لا لا طعمه حلو زي العيش بلحمه اللي احنا بنعمله بالظبط، اللي هو الاسكندراني يعني. بص حطيت تحته زبده في صينيه كده، وورق زبده وفوقيه ورق زبده. الورق الزبده ده حافظ على الطراوه شويه، تمام. حافظ على طراوه العيش، وقرمشه برضو شويه كده، هوت ما بقاش وحش يعني. فبصراحة لا لا، انتوا بتعملوا حاجة فاخر من الاخر يا جماعة. لا الناس اللي في القاهرة حبايبنا اخواتنا، لا بتعملوا حاجات حلوة قوي بصراحة. انا يعني حاجة مريحة وفي نفس الوقت سريعة لأي واحدة بقى بتشتغل او عندها اولاد، وهي بتشتغل مثلا وعندها اولاد بيمتحنوا ومش فاضية وبتودي دروس بتودي تمارين، يوم تبقي كده عايزة تسهلي على نفسك، اعملي الموضوع ده. هاتي بس اهم حاجة العيش تجيبيه طري، وتسيبيه في كيسة، ما تحطوش بقى في تلاجة، تسيبيه في شنطة او كيسة بره وتقفلي عليه وقت ما تيجي تشتغلي عشان يسهل معاكي ويفتح. لان ممكن العيش اللي في التلاجة مهما تيجي تفتحيه وتسخنيه خلاص هو مسك وكده مش هيبقى حلو. بس دخلت بقى على المواعين وقلت بقى يا بت كده خشي بقى على المواعين. كانت ايه اليوم ده سبحان الله، الشمس ما طلعتش اللي عارفين ايه 3 دقايق كده ولا 5 دقايق ونزلت تاني. اليوم كله كان رعد رعد رعد، ايه ده. وانا بقى شغالة بقى ومتشجعة. انا واحدة من الناس بشتغل ايام الشتاء اكتر من ايام الصيف. يعني لما ببقى عايزة اعمل روتين في الصيف انا بعاني معاناة ما تتخيلوهاش، لاني ببقى لابسة بكم ولابسة مثلا عباية ولابسة طرحة. اوقات كتير بروح اجيب المروحة واحطها على الرخامة واشغلها على اخر صوت، وانا كده كده بسجل. ليه؟ لان بجد تعبت. لا الهواء الحر لا فظيع، لا 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 فظيع. ببقى اللي هو يا ربي انا عايزه اتحرك. لكن الشتاء ده الاقي نفسي عايزه اشتغل هنا وهنا وهنا. بس بدأت الشتاء ده يعني الشتاء الاخير دوت بدأنا بقى في الجد في المدرسة، ربنا يخلي اولادنا جميعا. من الاول كنت ممكن اقف ايام بقى ما كانوا في حضانات، اقف اشتغل بقى عايزه اقول لكم شغل من نار بقى، واعمل بالوصفتين 3 و4 وصفات في اليوم، اصور كل حاجه، اعمل 4 فيديوهات ولا ايه. بعد كده دلوقتي لا، بقعد اذاكر للولاد. لو عملت اكل في البيت يبقى خير قوي. هنا بقى انا حاطه بصوا فوطه كده الووتر بروف زي اللي هي بتمتص الميه دي، مش بتنطر الميه، لا اللي هي اللي مش عارفه اسمها ايه. بحطها تحت الصفايه وبحطها تحت حاجه الصابون، عشان في اوقات يعني بتتغير طبعا كل يوم. في اوقات انت مثلا بتسيبي الميه من الصبح بالليل تلاقي صفايه المعالق نزلت ميه عملت لك ريحه مش حلوه. فبرضه يا رب تكوني استفدتي مني في حاجه في كده، انك انت تحطي تحت الصفايه والصابون فوطه. اتمنى يا رب كده اكون بفيدك في حاجه. هنا الحمار او الاستاذ كوكي بص بيجري ورا ديلو، كان واقف على الشباك وديلو اتملى طينه من الشتاء، فانا غسلته له وواقف بقى ايه، هو بيستغرب ديلو قوي لما بيتغسل، اللي هو ايه ده، ايه ده، ده مش ديلي، يفضل يلف حوالين نفسه. والله العظيم يعني الواحد مستحمل جثث ما يعلم بها الا ربنا، بس جميله. هنا بقى ده شكل العيش في اخر اليوم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انت تكوني اشتركتي في القناة وتعملي لايك وتشتركي معايا، وما تنسيش بقى تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اهم حاجة تصلي على النبي. واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. يلا سلام.